قلب اللوز هذه الحلوى الأكثر شعبية في الجزائر يكثر الطلب عليها في شهر رمضان، وعادة ما يقصد متذوقوها محلات بعينها. اكتسبت شعبية كبيرة لأنها عرفت كيف تحافظ على مذاقها وجودتها على مر السنين. في هذا المحل الصغير وسط العاصمة الجزائرية نشاط دؤوب لتحضير صواني قلب اللوز لآلاف الزبائن الذين يأتون من كل مكان قاصدين مخبزة علي بوزيد التي تخصصت في هذا النوع من الحلوى منذ عقود، واكتسبت شعبية كبيرة لدى الزبائن. دوك اون سو باس سور القلب اللوز والحمد لله. الله يبارك الحمد لله. اللي ما عندوش دار كبيرة، أنا ملي كان بابا الله يرحمه علي بوزيد اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل. وقلب اللوز هو نوع من المعجنات الجزائرية المعروفة، ويصنع من السميد واللوز ومشروب السكر، وتزين به العائلات الجزائرية مائدة الإفطار، كما يقدم في مختلف السهرات الرمضانية. قلب اللوز الذي يصنع بهذا المحل صارت له نكهة خاصة عند الزبائن، فتحول إلى عادة أسرية. منذ طفولتي كان الوالد يشتري من هنا، وأنا بدوري أنقل عادة الأسرة إلى أطفالي. أشتري من هنا كل عام حتى في غير رمضان. الأمر يتعلق بطقوس أكثر من التذوق. وصفة قلب اللوز في هذا المحل لم تتغير على مر السنين. يقول ابن عم صاحب المحل: الأمر الذي جعله يحافظ على مذاقه وجودته جودة كانت تدفع بالكثير من الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا وإنجلترا وإسبانيا إلى القدوم لشرائه من هنا. وصفته لم تتغير منذ زمن. عمي علي بوزيد مؤسس المخبز 80% من المشترين هم زبائن منتظمون يأتون من أجل جودته، وكما أخبروك من قبل فهذا منزل الفقراء، فالذين لا يستطيعون شراءه يحصلون عليه مجانا. وليست وصفة صنع الحلوى هي وحدها التي تنتقل من جيل إلى جيل، ولكن المذاق أيضا ينتقل من جيل لآخر. وعندما اضطر مالك المخبز إلى غلق أبوابه أثناء الحجر الصحي، كان يتلقى اتصالات مكثفة من الزبائن الذين اعتادوا على اقتناء قلب اللوز من هذا المحل. من جديد يحتل المطبخ الجزائري بحلوى مقروط اللوز ريادة قائمة أفضل أنواع الحلويات العالمية من بين 50 نوعاً من الحلويات عبر العالم حسب موقع تيست أطلس المتخصص في فن الطبخ. مقروط اللوز من الحلويات التي توارث الجزائريون صناعتها جيلاً بعد جيل، والتي تتطلب تقنيات مختلفة عن باقي أنواع الحلويات. ابتكار جزائري خالص يكمن سر شعبيته في الخلطة السحرية التي اخترعها الجزائريون القدماء، خلطة تعتمد على مزج اللوز بالليمون، ما يمنحها طعما مميزا ويخفف من حلاوة العسل والسكر، ليذكرك مذاقها بأزقة القصب العتيقة وسهول متيج القديمة الغنية بالمكونات الضرورية لصناعة هذه الحلوى. حلوى مقروط اللوز ليست الوصفة الوحيدة التي نالت إعجاب متذوقي الطعام، فالجزائر تسيطر على قائمة الأطباق 25 الأفضل في قارة إفريقيا ب8 أطباق، كطبق الرشتة وطاجين الزيتون والمحاجب والشخشوخة وغيرها. المطبخ الجزائري بوصفاته المتنوعة التي تشكل جزءاً من الموروث الثقافي للبلاد تمكن من الحصول على شهرة واسعة وحصد تصنيفات عالمية، مستفيداً من التنوع الثقافي ومساحة البلد الشاسعة وغناه بعادات وتقاليد مختلفة من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. في قصبة الجزائر تحديداً داخل دويرة السيد أحسن ومنذ 3 قرون، هنا يصنع قلب اللوز بوصفه هوية متوارثة منذ عقود. كل شيء هنا يشي بعراقته: الزليج المتاخم لصينية النحاس الغارقة في العسل. هكذا يصنع قلب اللوز، يبل الدقيق الخشن بالسمن ويطحن في هذه الماكينة العتيقة ويخرج على مراحل ليرتب داخل هذه الأواني النحاسية، وبمقدارين من السميد يقابلهما مقدار من اللوز في وسطه، يدخل بعدها للطهي ليسكب فوقه العسل مباشرة. تفاصيل يستمتع بها السيد أحسن منذ 40 سنة. عندي 39 سنة في هذا المحل، هذه القصبة حي شعبي. هذا المحل 1800
ولحقت انا على كل حال، استمرت فيه واخترت المهنه قلب اللوز. قلب اللوز وكاين اخترتو قلب اللوز نعلمو في اجيال باش ما تروحش التكاليف تاع بلادنا. يباع قلب اللوز في هذا المحل بالجملة أو التجزئة. سمعته تجاوزت حي القصبة ليستقبل الزبائن من مختلف ولايات الوطن. حافظ سعره على استقراره برغم ارتفاع المواد التي تصنع بها هذه الحلوى في الفترة الأخيرة. خيالي راهو 5000 ما زدنالوش، ما زال على سيرة تاع بكري هكذا عمي. لا كان كتجي راهو يدير 5000، احنا ما زلنا كيما السومه تاع بكري، كي الذوق كي الخدمه وحاجه ما ناقصه فيها، كلش فيه في ليلو. عندك هدايا تسمى اللوز غالي وكذا نديرو 10000، لو كان جا اللوز رخيص تبيعو 7000 ولا 6000. عن دخول حلوى قلب اللوز تتعارض الحكايا وتتضاد بين اعتباره قادما من الأندلس أو حلوى تختص بها الحضارة العثمانية في الجزائر التي دامت 3 قرون، وهناك من يرى أنها تعود للفترة الفرنسية. تعددت الروايات عن أصل حلوى قلب اللوز وكيفية دخولها المنطقة المتوسطية، إلا أنها حافظت على تواجدها منذ قرون وتزين مائدة الجزائريين في شهر رمضان الكريم. يحمل شهر رمضان المعظم نكهة خاصة في معظم الدول العربية والإسلامية، فجانب الرحمات التي تهب في ذلك الشهر الفضيل تظل الأكلات المميزة فيه علامة سنوية على قدومه. ففي الجزائر تتميز الحلوى المخصصة في شهر رمضان بمذاقها الطيب، وتشتهر بقلب اللوز التي تحتوي على كميات وفيرة من السكر المذاب على الحلوى. وتأثرت مبيعات تلك الحلوى بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الجزائرية بفعل فيروس كورونا، إلا أن الطلب على تلك الحلوى اللذيذة لم يتوقف. وليست وصفة صنع الحلوى هي وحدها التي تنتقل من جيل إلى جيل، ولكن المذاق أيضا ينتقل من جيل لآخر، كما يقول عشاق تلك الحلوى. قلب اللوز هو نوع من المعجنات الجزائرية المعروفة، ويصنع من السميد واللوز ومشروب السكر، ولا يتعلق الأمر بالتذوق فقط كما يؤكد عشاق الحلوى، لكنه يتعلق أيضا بالطقوس السنوية التي ترافق هذا الشهر الفضيل. صار باستطاعة الجزائريين الحصول على الحلوى الرمضانية المفضلة إلى قلوبهم قلب اللوز، وأحلى ما في هذه الحلوى هو أنها تمنح مجانا للفقراء. حلوى قلب اللوز الرمضانية يطفئ حرها شراب السكر بعد خروجها من الكانون ساخنة. حلوى شعبية توارثها الجزائريون عبر الأجيال. دوك اون سو با سور قلب اللوز والحمد لله. اللي ما عندوش دار كبيره، انا ملي كان بابا الله يرحمه علي بوزيد، اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل. قلب اللوز من المعجنات الجزائرية المعروفة، تصنع من السميد واللوز ومشروب السكر. هنا بمقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك، حيث تتجاور الجنسيات وتختلف العادات وتتنوع الثقافات، يبرز اسم جزائري أصبح رمزا للحلويات ببروكلين. بدأ قصته في الجزائر، ثم شق طريقه إلى الولايات المتحدة، حاملا معه حلما وأفكارا جديدة لخلق تجربة مميزة لزبائنه، فأنشأ سلسلة محلات أزهرت في شوارع بروكلين وتركت بصمتها في قلوب عشاق الحلويات. أول محل تعرف باتيسري في نيويورك 100% جزائري 100%. أول محل أول قاع، وجاو عندي ناس من 50 ولاية هنا من أمريكا، يجوا عندي من كل الولايات الحمد لله يا ربي، بوسطن، فيلادلفيا، يجوا عندي وأنا معروف بالميلفاي. المحل ما شاء الله محل مرتب، ديكور منيح، احترام الزباين، والأونر محترم، وكل شغيلة اللي بجوا محترمين. عندنا زباين أمريكيين يجوا عندنا كل يوم يجوا عندنا يشروا قلب اللوز، مش غير قلب اللوز والسيجار
الحلويات الجزائريه تراديسيونيل. أحب القدوم هنا. أتي مرة أو مرتين في الأسبوع. التحلية رائعة والطاقم رائع. الجميع هنا يقدم خدمة كما يجب ويحييك بابتسامة، والقهوة دائما ما تكون طازجة. انا من الوهره سميتها لارجيرواز خاطر شكون نسميها لورانس، ما كاينش اللي يعرف بصح لارجيرواز قلت لك اسم جاي شويه مع الجزائر، مع الجيري لارجيرواز. المهم درنا لهم حاجه باش يتفكروا الاجواء في الجزائر وصحيح. لم تكن مجرد تجارة، بل كانت رحلة شغف وتجديد، فكل قطعة حلوة هنا تحمل لمسة من الجزائر. القصبة، المدينة التاريخية في الجزائر العاصمة. في هذه الأزقة يجتمع الموروث الثقافي المادي واللامادي للجزائريين، وفي شهر رمضان تتجلى العادات والتقاليد. وإذا تحدثنا عن الأكلات الشعبية في رمضان فإن للحلويات نصيب وافر من الحديث، حيث تتنوع وتتعدد في هذا الشهر المبارك. وأنت مار بحي القصبة العتيق تشذ رائحة شراب السكر انتباهك، فبين هذه الأزقة الضيقة تنتشر محلات صناعة حلوى القلبلوز، وتعود علاقة الجزائريين بهذه الحلوى إلى 5 قرون مضت، أيام الحكم العثماني في الجزائر، وكانت تقدم حينها كهدية للملوك والسلاطين. في هذا المحل القديم بأعالي القصبة يمتهن حسن صناعة حلوى قلبلوز منذ أكثر من 3 عقود. هذه الحلوى التقليدية قائمة على مكونات بسيطة أساسها سميد القمح الخشن مع السكر والدهن، وبواسطة هذه العجانة تخلط المكونات لتشكيل العجين. قلبلوز لازم ميزان، هو الاسم تاعو حنا نسميوه المفشش، ويتفش تغلط له في الميزان ما يخرجكش قلبلوز، لازم تحرص كل الحرص على الميزان، ومن بعد تبليه كيما بليت، ومن بعد تعجنو دوكا. العجين ثاني العجين يلعب دور كبير، الانسان كي يكون يعجن مليح ويعرف العجينه كي تنعجن يخرج له قلبلوز مليح. فور تشكيل العجين يسوى على الصيوان بالضرب عن طريق الأيدي ليصبح العجين على قوام واحد، ثم تضاف بعدها الحشوة المصنوعة من اللوز ومضافات أخرى. هذه ما مخدومه 80% باللوز، فهمتني كيف؟ ماشي 100% خاطر اللوز غالي، وكي كان اللوز رخيص كنا نخدموه باللوز ديريكت، فهمتني كيف؟ لا هذه نخدموها باللوز والشربات وكاكاو بتجيك حلا، فهمتني كيف؟ خاطر ما ديرلاش كاكاو واللوز كدا ما تخرجش بنينه، وفيها مظهر ثاني. وعلى هذه الأفران ذات القواعد الحجرية تطهى حلوى قلبلوز، وفور خروجها من الفرن يرشها الصانع بمشروب السكر المشبع بالليمون. وتنتشر محلات صناعة الحلويات التقليدية في الجزائر خلال شهر رمضان، كهذه المخبزة التي تنشط منذ أكثر من 100 سنة في شارع العقيد كريم بالقاسم وسط الجزائر العاصمة، وتعرض أنواعا مختلفة من الحلويات التقليدية. عندنا بقلاوة باللوز، بقلاوة بالجوز، مقيرط، قريوش، بريوش من كلش، بريوش سامبل، بريوش بالنيتيلا، بريوش بسكولا سامبل. عندنا قطايف باللوز، خبز الباي باللوز تانيك، قلب اللوز عندنا باللوز، كما اللي هي عندنا جناح مختص بالحلويات التقليدية كما اسكندرانيات، مشوك، مشكلات، زيريات. وبحكم تأثر الجزائريين بالمطبخ الفرنسي تجد في المخبزة جناحا خاصا بالمرطبات والتي تتنوع في الأشكال والأذواق.
تأثرنا بالاحتلال الفرنسي اللي هو دام 132 سنة. يعني هنا في الجزائر بقى لنا هذاك الطابع تاع نحبوا ناكلوا المرطبات يعني الفرنسية اللي هي راهي كلها هنا مخدومة كما راكم تشوفوا، يعني نوعية رفيعة تاع الشوكولاتة، نجيبوا فواكه طازجة جديدة يعني. وهذا هو الشيء اللي يخلي الإقبال الكبير تاع الناس يجوا عندنا في شهر رمضان. من العاصمة توجهنا غربا نحو ولاية البليدة، وبالتحديد مدينة بوفاريك. مدينة بوفاريك المشهورة بزراعة الحمضيات شتاء تصبح في شهر رمضان قبلة للباحثين عن الذوق الأصيل لحلوى الزلابية، إذ يعتقد أن الوصفة الأصلية للحلوى توجد في هذه المدينة. وتنتشر في مدينة بوفاريك محلات صناعة حلوى الزلابية بشكل كبير، فعلى هذه الأفران يقلى المزيج المحضر قبل يوم واحد، والمكون من دقيق القمح ومضافات لتخمير العجين. يشكل من العجين المحضر شبابيك تكتسي لونا ذهبيا بعد طهيها على نار عالية، لتغمس بعدها في شراب السكر المسمى بالعسيلة، وهو مزيج من الماء والسكر والليمون مع إضافات خاصة تختلف من صانع لآخر. وفي كل مرة يتم إدخال تعديلات على حلوى الزلابية حسب أذواق الزبائن، فمنهم من يحبذ تغطيتها بالشوكولاتة أو حلوى الشامية للحصول على مذاق آخر. هذه عيطوا لها زلابية سبيسيال اللي فيها الشيكولا، ونزيدوا لها شوية كاوكاو من الفوق، وهذه نزيدوا لها من الفوق يعطيها مذاق خاص. وتصل هذه المحلات الليل بالنهار خلال شهر رمضان، ولا تغلق أبوابها أمام الزبائن الذين يأتون من مختلف الولايات الجزائرية. الزلابية في رمضان هي حلويات استثنائية نمتع بها سهراتنا. وأضحت الحلويات الرمضانية جزءا من عادات وتقاليد الجزائريين التي يسعون للحفاظ عليها وتوارثها عبر الأجيال. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.